بسم الله الرحمن الرحيم. في الحصه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الفانكشن بتاعه السمباثيك سيستم. النهارده ان شاء الله بقى هنتكلم على الفانكشن بتاعه الباراسمباثيك سيستم. قبل ما نبدا كده نفتكر الباراسمباثيك اورجن. باراسمباثيك اورجن كنا بنسميه كرانيو ساكرال، يعني طالع من الكرانيال وطالع النيرفز بتاعته من الساكرال. والكرانيال دي لما اتكلمنا عنها قلنا 1973، النيرف رقم 3 والنيرف رقم 7 والنيرف رقم 9 والنيرف رقم 10. والساكرال دول قلنا 2 و3 و4. ما عندناش خلاف على الكلام ده. احنا بقى هندرس وظيفة الكرانيال 3 بيعمل ايه، كرانيال 7 كرانيال 9 وكرانيال 10 بيعملوا ايه سمباثيك. الساكرال بقى مش هفصل فيهم، هدرسهم على بعض كده واقول لك الساكرال بيعمل ايه. حلو، ده اللي احنا هندرسه النهارده عشان نبقى احنا عارفين هناخد ايه. نبدا بقى في الباراسمباثيك وناخد الكرانيال. قال لك اول واحد هدرسه اللي هو الكرانيال 3. كرانيال 3 او بقى ليه اسم تاني بقى اللي بيجي في الامتحان، اوكيولو موتور. موتور يعني هيحفز، حطها على جنب كده. اوكيولو يعني من اوكيولر يعني اي، يبقى انا كده اقدر استنتج الفانكشن. قال لك هيشتغل على الاي. طب هيعمل ايه؟ هيعمل حاجتين على الاي. اول حاجه على البيوبل. نفتكر كده رسمه البيوبل، كنا بنرسم البيوبل اهو، والخط الازرق ده بنسميه حاجه بقى اسمها كونستريكتور تور بيوبيلي مصل. بعد كده في السمباثيك كنا بقى بنرسم اللي بره دي اللي هي بنسميها الدايليتور بيوبيلي مصل. مالناش دعوه النهارده بالبيوبيلي دايليتور مصل. انا هتكلم على الكونستريكتور بيوبيلي مصل. طيب بيعمل ايه؟ والله انا سيبها سمباثيك يبقى عكس السمباثيك. يعني مبدئيا كده هنعمل كونستريكشن للبيوبل، بيوبل كونستريكشن، عشان انا عكس السمباثيك. طب ازاي؟ قال لك شفت الكونستريكتور ماسل اللي هي حوالين البيوبل دي هيحصل لها كونتراكشن لجوه، موتور لجوه، فالبيوبل يصغر. فبنقول لانه موتور للكونستريكتور بيوبل ماسل، ده خلاه يعمل مايوزس. الكلام ده مش جديد، الجديد بس اسم المصل اللي هنا اسمها كونستريكتور بيوبل ماسل، وفي ناس بتسميها سيركولار ماسل. حلو، ده بالنسبه للبيوبل. حصل عندي ايه؟ بيوبل كونستريكشن او المايوزس. تاني حاجه بنسميها اكوميديشن فور النير فيجن. بيننا وبين بعض كده هنسميها الفوكس. يعني إيه؟ قال لك تعالى مبدئيا الاول نرسم العين من زاويه تانية كده. لو رسمناها كده وقلت لك ان ده اللينس بتاعي، العدسه. العدسه بتبقى شابكه كده بحاجه اسمها سيلاري ماسل، ومن هنا شابكه بالسيلاري ماسل. قال لك السيلاري ماسل دي هيحصل في ايه؟ قال لك الباراسمباثيك او بالظبط الكرانيال 3 الاوكيلوموتر هيروح يشتغل على السيلاري ماسل، يعمل لها ايه؟ موتور يشدها كده. طب لما تشد كده العدسه هتشد معايا. طب لما العدسه تشد معايا هيحصل زياده في التعقير. لو احنا فاكرين العدسات يقول لك في مقعره وفي محدبه، لما شد هيزيد التعقير بتاعها، تبقى مقعره اكتر. فبيقول انه هيزود الكونفكستي. طيب لما يزيد الكونفكستي دي ايه اللي هيحصل؟ هيظبط عندي الفوكس. طيب مش فاهم. حط صباعك بعيد هتلاقيك شايفه حلو، هاته فجاه قدام عينيك هتلاقي لا الرؤيه متوغوشه شويه كده مش واضحه لحد ايه جزء من الثانيه او ثانيه كده والرؤيه تظبط. ليه ظبطت؟ قال لك الباراسمباثيك جه اشتغل على السيلري ماسل، عمل لها موتور وكونتراكشن واكتيفيتي، قام مزوده الكونفكستي التقعير بتاعها، فظبط معايا الفوكس فشفت. الشوفه دي بقى على ما العين تظبط بنسميها اكوميديشن فور نير فيجن. يبقى كده كرانيال 3 بنسميه اوكيلوموتر، يبقى بيشتغل على الاي على البيوبل يضيقه، وعلى السيلري ماسل بيعمل لها موتور، فبالتالي يظبط عندي الرؤيه القريبه او الاكوموديشن فور النيرفيشن. نيجي بعد كده هندرس رقم 7 اللي هو كرانيال 7. طيب كرانيال 7 ده هتكلم عليها في ايه؟ قال لك انا يهمني في 3 حاجات: ساليفري جلاند، لاكريمال جلاند، واخيرا الطنج. حلو.
قال لك تعالى نخلص بالطنج. وقبل ما نبدا احنا هنتكلم على بلاد فيزلز. اربط كرانيال 3 ببلاد فيزل. ليه؟ هتوضح دلوقتي. اكتب كده جنبها بلاد فيزل. ليه؟ قال لك والله على الطنج على اللسان هيروح على البلاد فيزل، يعمل عكس السمباثيك. السمباثيك كان بيعمل فازو كونستريكشن، يضيق الاوعيه الدمويه، ده يعمل فازو دايليتيشن. طب فين في اللسان؟ قال لك تعالى نرسم اللسان. لو فرضنا ان ده اللسان بتاعنا، فاللسان بيتقسم 3 حتت، 3 تلات. الاثنين اللي قدام دول هنسميهم الانتيريور 2/3 اوف تونج، واللي ورا ده هنسميه البوستيريور، ولانه التلت يبقى 1/3. حلو، يبقى عندي anterior 2/3 وبوستيريور 1/3. قال لك الكرانيال 7 بيشتغل على الانتيريور 2/3 على البلاد فيزلز بتاعتها، يعمل لي فازو دايليتيشن. لكن كرانيال 9 ده هندرسه كمان شويه، هو اللي بيشتغل على ال1/3 اللي ورا، يعمل على البلاد فيزل، يعمل فازو دايليتيشن. يبقى كده ايه؟ نربط 7 و9 في الطنج. 7 هيشتغل قدام على اول تلتين، و9 هيشتغل على اللي ورا، التلت اللي ورا. طيب نيجي على اللاكريمال جلاند. نقول ايه؟ هيروح على البلاد فيزل بتاع اللاكريمال جلاند، يعمل لها فازو دايليتيشن، يزيد الدم اللي رايح للغده الدمعيه. لاكريمال جلاند الغده الدمعيه، يبقى البلاد فيزلز وسعت، زاد الدم للاكريمال جلاند، جالها غذاء، جالها اكسجين، جالها دم تشتغل، فتعمل زياده في اللاكريمال سكريشن. واضح؟ واضح سهل. بلاد فيزلز وسعت، دم زياده راح للغده، الغده اشتغلت، زاد اللاكريمال سكريشن. نيجي بقى للساليفري جلاند. قال لك قبل ما ابدا في الساليفري جلاند لازم تعرف ان انا عندي 3 انواع من الساليفري جلاند. واحده بنسميها الصب لينجوال تحت اللسان، صب مانديبيولار تحت الفك، وواحده اسمها باروتيد. والله انا كرانيال 7، يبقى انا بتكلم بلاد فيزلز، على طول هنقول انه هيروح على البلاد فيزلز يعمل لها فازو دايليتيشن. لمين من الساليفري جلاند دول؟ قال لك بيروح للصب لينجوال وبيروح للصب مانديبيولار، ماليش دعوه بالباروتيد. مين اللي يروح للباروتيد؟ 9، هو اللي يروح للبلاد فيزلز بتاعت الباروتيد يوسعها. طب ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام بتاع اللاكريمال جلاند، يبقى البلاد فيزلز توسع، يزيد الدم والغذاء اللي رايح للساليفري جلاند، فيزيد عندي الساليفري سكريشن. وانت في الكتاب هتلاقيني كاتب، او في الكتاب او في الورق هتلاقي مكتوب الصب لينجوال والصب مانديبولار، مش كاتبهم، الاثنين متجمعين في بعض في كلمه لاكريمال جلاند. لكن لما اجي اتكلم على الباروتيد لازم اوضح ان انا باروتيد، لان دي خاصه بكرانيال 9 اللي هناخده كمان شويه. طيب كرانيال 9 دي ليه اسم؟ ما احنا قلنا 3 اوكيلومتر، يبقى 9 ده اسمه ايه؟ 9 دي بتساوي فيشيال، حاجات في الوش. طب ايه الحاجات اللي في الوش؟ قال لك اللسان ده في الوش، فانا رحت على البلاد فيزلز بتاعته وسعتها. فين؟ في النص تلتين اللي قدام. طب كرانيال 9، خلينا نذاكر الاثنين مع بعض. كرانيال 9 قال لك لا، كرانيال 9 راح على التونج على التلت اللي ورا. حلو، عمل ايه؟ فازو دايليتيشن للبلاد فيزلز. على اللاكريمال جلاند لا، 7 بس اللي اشتغل، 9 ما اشتغلش. قال لك راح على البلاد فيزلز عمل فازو دايليتيشن، ويزيد الاكسجين والغذاء والدم اللي رايح للاكريمال جلاند، فيزيد عندي السكريشن. على الساليفري جلاند قال لك الساليفري جلاند 3 انواع، واحد منه هنحفظه اسمه باروتيد، والتاني مش مهم هنسميه ساليفري جلاند. قال لك الباروتيد بيشتغل عليها مين؟ كرانيال 9، بيعمل لها ايه؟ فازو دايليتيشن للبلاد فيزلز بتاعتي، فيزيد السكريشن بتاع الباروتيد. لازم اقول كلمه باروتيد مع 9. لكن في 7 مش لازم اقول بقى ايه سب لينجوال ولا سب مانديبل، هقول انه راح للبلاد فيزلز عمل فازو دايليتيشن لساليفري جلاند، فزاد عندي ساليفري سكريشن. طبعا واحنا بنكتب في الامتحان لازم نكتب 3 نقط، انه بيزود الساليفري سكريشن واللاكريمال سكريشن، وانه بيروح للبلاد فيزلز بتاعت اللاكريمال جلاند والساليفري جلاند يزودهم، يوسعهم، وانه في الاخر بنقول على 2/3 انتيريور من الطنج بيوسع البلاد فيزلز بتاعته. طب احنا عرفنا ان كده كرانيال 7 اسمه فيشيال. طب كرانيال 9 دي اسمه ايه؟ قال لك اسمه جلوس. جلوس جاي من كلمه لسان، فانا في الثيرد الثالث من ورا بتاع البلاد فيزلز بتاعته وسعه، فارنجيال. جلوس فارنجيال نيرف.
بيشتغل على ايه؟ والله على التلت اللي ورا من اللسان، وبيشتغل على الباروتيد، يزود لها البلاد، يوسع البلاد فيزلز فيعمل فازو دايليتيشن، يزود الدم اللي رايح لها، فيزود السكريتيشن بتاع الباروتيد سيلفري جلاند. بس هما اتنين، يبقى الباروتيد سيلفري جلاند او والبوستيريور ثيرد 1/3 من الطنج. كده احنا خلصنا الكرانيال 7 اللي سميناها فيشيال، والكرانيال 9 اللي سميناها جلوس فارنجيال. نيجي بقى على كآخر واحد من الكرانيال بنسميه كرانيال 10، ده بنسميه الوحش، واسمه ده اوعى تنساه، ده سؤال امتحان اصلا وهنحتاجه كتير في الكارديو. فيجاس. في مراجع من قوة الفيجاس ده وانه الوحش يقول لك الفيجاس يساوي الباراسمباثيك. لو لقيت كلمة فيجاس يبقى انا شغال باراسمباثيك من قوة الحاجات اللي بيعملها. قال لك الفيجاس بيشتغل على ايه؟ قال لك اهم 3 حاجات هيشتغل عليهم الهارت، تاني حاجة الريسبيراتوري. خدنا حاجة كده في السمباثيك هارت والريسبيراتوري اللي كانت هناك بنسميها ثوراسيك. حلو. طب ايه كمان غير دول؟ قال لك بيشتغل على منطقة كمان الابدومين. قال لا، مش كانت فيه سمباثيك خاص للابدومين وسمباثيك خاص للثوراسيك؟ ما انا بقول لك ده الوحش خد كله. طيب نيجي على الهارت. والله السمباثيك كان بيشتغل بيزود كل الاكتيفيتي بتاعت الهارت. لما رسمنا الهارت كده قلت لك عندي الاس اي نود فيزود عندي الريزمستي، الاي في نود كان يزود الكوندكتيفيتي، والوول كان يزود الكونتراكشن. قال لك حلو، لكن انا الفيجاس ما بقربش لمنطقه الفنتريكل، ماليش دعوه بالاي في نود ولا الوول، انا كل شغلي على الاس اي نود. طب بعمل له ايه؟ والله السمباثيك كان بيحفز، فده يعمل ايه؟ انهبيشن. وفين؟ ماليش دعوه بالفنتريكل، اي حاجه لها علاقه بالفنتريكل هنا بالبطين تحت ماليش دعوه بيها، يبقى هو بيشتغل فقط على الاتريوم. بس لما يقطع على الاس اي نود اللي هي بتعمل انيشيشن للبيت، كل الاكتيفيتي اللي بعته تقل، فبيقولوا انه بيقلل كل الاكتيفيتي بتاعت الهارت او كل البروبرتيز، لكن ما بيروحش للفنتريكل، ملوش دعوه بالفنتريكل، شغال اونلي في الاتريوم فوق عند الاس اي نود. حلو. طيب كان في حاجه بنقولها قبلها، الكوروناري. فاكر الكوروناري بلاد فيزل؟ السمباثيك كان بيعمل ايه؟ كان بيوسعه، ولما يوسعه كان الدم يروح للقلب كتير، فالقلب كان يشتغل. طب هنا ايه اللي بيحصل؟ قال لك لا، اعكس، هيحصل فازو كونستريكشن للكوروناري، فالدم اللي رايح للقلب قل اصلا، فكل الاكتيفيتي اللي هناك قلت. نربط الاثنين دول ببعض، ولو جينا نذاكر الكوروناري الاول نقول انه هيعمل فازو كونستريكشن للكوروناري، فالدم اللي رايح للقلب يقل، فالاكتيفيتي تقل. نربط كده عشان ما يخشوش في بعض. كده عرفنا قصه الهارت. طيب نيجي على الريسبيراتوري. نقول ايه بقى في الريسبيراتوري؟ نرجع للسمباثيك. والله الريسبيراتوري كان بيجي على البرونكاي، لو احنا فاكرين دي اللنج كده مثلا، ودي البرونكاي، ودي البرونكيولز الصغيره. كنا بنقول ايه هناك في السمباثيك؟ كان بيوسع. طيب هنا عشان كان بيعمل ايه؟ كان بيوسع الوول، يعمل له ريلاكسيشن، ودي كانت حاجه حلوه. قال لك لا، هنا العكس، هيعمل برونكو كونستريكشن او برونكو سبازم. يعني ايه؟ قال لك شايف الوول ده اللي كنا بنسميه البلين ماسل، بدل ما كان بيحصل له ريلاكسيشن قال لك ده هيحصل له موتور كونتراكشن كونستريكشن، يضيق، فالهواء اللي يجي يعدي يلاقي الدنيا ضاقت ما يعرفش يعدي. طبعا ده كمان في البرونكاي والبرونكيول. حلو. يبقى كده عرفنا انه بيعمل برونكو سباس. طيب على البلمونري بلاد فيزل ايه الاخبار؟ والله دي بلاد فيزل وما هياش كوروناري، يبقى احنا ماشيين على القاعده الاساسيه. السمباثيك كان بيعمل فازو كونستريكشن، هنا هيحصل لي فازو دايليتيشن. يبقى البلاد فيزلز اللي راحه البلمونري اللي هي اللي راحه للرئه والبرونكاي والبرونكيول والحاجات دي حصل لها ايه؟ فازو دايليتيشن، وسعت. يبقى الغذاء اللي رايح زاد، يبقى تزيد الاكتيفيتي. طب الاكتيفيتي انه هيعمل ايه؟ هيفرز عندي شويه ميوكس، هيحفز الميوكس جلاند اللي في منطقه البرونكاي ومنطقه البرونكيول، حفز الميوكس جلاند فيفرز عندي ميوكس سكريشن. تمام. ايه كمان؟ كده احنا نخرج من حته الريسبيراتوري.
يبقى الهارت بيضيق الكورونري فيقل الدم فيقلل الاكتيفيتي اوف هارت. الريسبيراتوري يعكس السمباثيك في انه يعمل برونكو كونستريكشن او برونكو سبازم في البرونكاي والبرونكيول طبعا. كمان هيعمل على البلاد فيزلز فازو دايليتيشن عكس السمباثيك فيزود الاكتيفيتي بتاع الميوكس جلاند فيفرز عندي ميوكس في البرونكاي والبرونكيول. نيجي بقى في حته الابدومين المعده او منطقه البطن. لو احنا فاكرين كده في الايه ابدومين اول ما كنا بنبدا هناك في السمباثيك كنا بنقول عندي منطقه اسمها السبلينكينيك اريا. ايوه السبلينكينيك اريا. وفاكرين الحاجات اللي فيها كانت ايه؟ ايزوفيجاس، بعد كده ننزل شويه الاستومك، بعد كده الانتستين السمول، وكنا بنقول ايه؟ البروكسيمال نص الاولاني البروكسيمال هاف اوف اللارج انتستين، صح ولا لا؟ ده اللي كنا بنقول. وكنا بنقول هناك انه ايه؟ بيقلل الحركه وبيشتغل على الوول فما يحصلش ايفاكويشن والكلام ده. قال لك هنا لا، يجي على الايزوفيجاس والاستومك والسمول انتستين والنص الاولاني من اللارج انتستين العكس، انت مستريح بنسميه ريست اند دايجست، اهضم بقى وروح الحمام. ما انتش داخل خناقه تقول له معلش عايز اروح الحمام وارجع، لا انت مسترخي. ايه اللي يحصل؟ قال لك على الوول بتاعي او البرين ماسل تشتغل موتور حلو، تتحرك فالاكل يتحرك معايا وما يوسعش. احنا فاكرين مثلا لو رسمنا كنا بنرسم الاستومك كده مثلا، وبعد كده السمول انتستين، بعد كده اللارج انتستين مثلا الرسمه كده، كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول هناك بيوسع الوولز والحاجات دي، لا هنا بقى يضيق. انا مش عايز ايه اوسع، عايز اضيق، عايز الاكل يتضخ لتحت يمشي. طيب فانا اعمل موتور للوول هيضيق معايا. وكمان كنت بقول لك في صمامات، الاستومك ليها صمام والسمول انتستين. طب هيجي الايه؟ قال لك السفنكتر، وافتحه ولا اقفله بقى؟ قال لك هنا والله انا عايز الاكل ينزل يبقى افتح الصمامات، فبنسميها انهبيشن. اعكس اللي قلنا في السمباثيك، يبقى الوول يحصل له موتور والسفنكتر يحصل لها انهبيشن فالاكل ينزل. طيب كده انا خلصت مثلا الاكل البراز والحاجات دي. نيجي الهضم بقى. مش انا عندي جول بلادر كانت بتفرز كمان؟ لما قلنا ان الجول بلادر هناك انا مش عايزه تفرز الانزيمات الهاضمه فكنا بنعمل لها بلين ماسل او الوول نوسعه وكان ليها سفنكتر كده نقفله عشان ما تفرزش انزيمات هاضمه. انا مش عايز اهضم، مش وقت اكل. لكن انا هنا بارا سمباثيك، يبقى اجي على الجول بلادر اقول له لا افتح لي السفنكتر وخلي الدنيا تطلع، وعلى الوول اعصره لي اضغط كده عشان يضغط على العصاره اللي جوه فتخرج. نفس الكلام يبقى على الوول موتور وعلى السفنكتر انهبيشن. طيب اخر حاجه بقى شويه انزيمات. والله انا ايه بنسميه ريست اند دايجست، انا عايز اهضم. والله عندي شويه جاستريك انزيم، جاستريك انزيم في المعده افرزها. والله عندي شويه انزيمات هاضمه في البنكرياس افرزها. يبقى نزيد ايه؟ السكريشن بتاعه البنكرياس بتاعه الجاستريك المعده، وفي الانتستين انزيمات هاضمه افرزه. زود السكريشن بتاع الانزيمات الهاضمه اللي موجوده فين؟ في المعده والسمول انتستين والبنكرياس. او في الانتستين عموما السمول واللارج، كل دول بيفرزوا انزيمات هاضمه تساعدنا على الهضم. كده خلصنا قصه الفيجاس. يبقى الفيجاس اول حاجه بيجي على الهارت، يجي على الكورونري يعملوا فازو كونستريكشن يقل الدم اللي رايح للهارت فيقل الاكتيفيتي بتاعه الهارت. يجي على الريسبيراتوري يعمل برونكو كونستريكشن او برونكو سبازم. ليه؟ والله بيضيق البلين ماسل، موتور للبلين ماسل عكس السمباثيك. طيب على البلمونري بلاد فيزلز اخباره ايه؟ والله عكس السمباثيك، يعملوا فازو دايليتيشن فيروح للميوكس جلاند يزود السكريشن بتاعها. طب نيجي على الابدومين، قال لك السبلينكينيك اريا، انا هناك كنت بوسع الوول هنا ضيقه، والسفنكتر هناك كنت بقفله عشان ما ينزلش البراز، لا هنا وسع خلي الحاجه تنزل خلينا نروح الحمام. نيجي على الجول بلادر، هناك ما كنتش عايزه تفرز هنا عايزه تفرز عشان اهضم، ما هي بتفرز اللايبيز انزيم هاضم. طيب اهضم ازاي؟ قال لك اعصره موتور للوول وافتح السفنكتر. طيب عندي شويه اكل عايز اهضمه كمان، قال لك لا تعالى على الجاستريك والبنكرياتيك والانتستينال جلاند افتحهم كلهم خليها تفرز السكريشن بتاعها. ده ملخص الفيجاس. اللي هيهمنا فيهم قوي عشان جزء الكارديو هو الهارت، تعرف انه بيقلل الاجهزه بتاع الهارت. لكن في الامتحان ده سؤال الامتحان كله على بعضه كده اجزام اتحفظ بالنص. كده احنا خلصنا الكرانيال. نيجي بعد كده نتكلم على الساكرال. قبل ما نختم نقول الكرانيال قبل ما نبدا يعني كان 3 سميناه الفيشيال، وده كان بيشتغل على سميناه الاوكيلوموتر، وده كان بيشتغل على الاي يعمل لها مايوزز واكوموديشن نيرفيجن. بعد كده خدنا 7
على السليفري جلاند 7. اشتغل على السليفري جلاند بيزود السكريشن بتاعها والبلاد فيزلز يوسعها وعلى التونج او التلتين. بعد كده جينا على الكرانيال 9، اشتغل على التلت الاخير اللي ورا، واشتغل على بتاع اللسان، واشتغل على السليفري جلاند اي نوع الباروتيد سليفري جلاند. حلو. واتكلمنا عن الفيجاس من شويه. نخش بقى زي ما قلنا على الساكرال. فاكر البلفيك سمباثيك اكتيفيتي على البلفيك هي نفسها شغل الساكرال بس بالعكس، ولذلك بنسميه البلفيك نيرف. وده سؤال امتحان. يبقى الابدومين والساكرال او الفيجاس والساكرال سؤال امتحان في الباراسمباثيك. طيب تعالى نفتكر الساكرال هناك كان بيعمل ايه؟ والله كنا بنتكلم على اليورينري بلادر. طيب اتكلمنا عن ايه كمان في المنطقه دي؟ قال لك البول اللي هي بتاعت الديفيكيشن. كمان اتكلمنا على الايجكشن هناك اللي هي ايه نسميها مثلا سيكشوال. كنا بنتكلم انه هناك بيساعد على القذف، هنا هيساعد على حاجات تانية. طيب نيجي بقى نشوف اول حاجه اليورينري بلادر. والله تعالى نرسم اليورينري بلادر. قال لك اهي، وهنا طبعا زي ما اتفقنا ان في سفنكتر. قال لك طب ايه الحوار؟ قال لك هناك في السمباثيك انا مش عايز البول ينزل، فكنت بوسع الوول واقفل السفنكتر. طب انا هنا البول عايزه ينزل اصلا، ده انا ريست دايجست مسترخي عايز اروح الحمام. يقول لك لا خلاص نضغط الوول، يبقى موتور للوول او البلين ماسل، والسفنكتر هنا نفتحه، وسع السفنكتر كده ما تقفلش السفنكتر فينزل عندي البول. السفنكتر سميناه اليوريثرال سفنكتر. طيب ده كده قصه اليورينري بلادر. البول نفس الفكره. طيب في البول احنا اتكلمنا هناك على الديستال بقى. كنا بنقول الديستال بارت من اللارج انتستين اللي هو بقى النص الاخير من اللارج انتستين. طب ايه اللي بيحصل فيها؟ قال لك لو رسمناها او بلاش ايه، لو رسمناها كده مثلا بيقول لك ايه نفس الكلام، الوول يوسع. هناك كان الوول يوسع عشان الاكل ما يتزقش، لا هنا الوول يضيق، موتور ضيق الوول على الاكل عشان يتزق. خلينا نكبر الرسمه مثلا كده. هناك كنت بوسع الوول، هنا لا ضيقه، خلي الاكل يتزق معايا، زق في حركه دوديه اصلا فانا بزق معاها. طيب الوول كده انا شغلته. طيب انا قايل لك ان في كان سفنكتر وكنا بنسميه الانال سفنكتر. قال لك والله اي سفنكتر كده افتحه لي انهبيشن، ما تشغليش سفنكترز. يبقى خلي السفنكتر تتفتح وخلي الوول يزق معايا، يحصل لي ديفيكيشن. تمام. بيحصل بقى كده، انا عندي عرفت ان بيحصل ديفيكيشن وبيحصل عندي ميكتيوريشن. المصطلح ده عشان الناس اللي متلخبطه، ميكتيوريشن يعني يورينيشن، وديفيكيشن يعني اخراج البراز. فبنقول ان ايه البلفيك نيرف او الساكرال هو النيرف اوف ميكتيوريشن والنيرف اوف ديفيكيشن. هو بتاع اخراج البراز وبتاع الميكتيوريشن. هناك في السمباثيك كان بيعمل يورين ريتنشن وفيسس ريتنشن لو احنا فاكرين. نيجي بقى على منطقه السكشوال، نركز هنا عشان الفرق بسيط بينه وبين هناك. قال لك على السكشوال اول حاجه تتكلم عنها البلاد فيزلز. قال لك والله السمباثيك لو احنا فاكرين كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل فازو كونستريكشن، والفازو كونستريكشن كانت بتؤدي للشرينكج. لمين؟ شرينكج للبينس والجلوتوريس او سيليتوريس. قال لك هنا لا، البلاد فيزلز العكس يحصل لها فازو دايليتيشن، فيحصل عندي العكس اريكشن، والسيليتوريس بتاعت الاعضاء التناسليه الانثويه توسع. يبقى البينس يحصل له اريكشن والاعضاء التناسليه الانثويه توسع، فبنسميه ايه؟ لا بسبب ان البلاد فيزلز بتاعتي وسعت. تمام. السيليتورز والبينس الاثنين على بعض كده بنسميهم الاكسترنال جينيتاليا، اللي هم الاعضاء التناسليه الظاهره. اكسترنال خارجي، هو ما فيش غير السيليتورز والسيليتورز والبينس. طيب ايه كمان؟
قال لك في السيكشوال هنتكلم على حاجه كمان. لو انت فاكر كنا بنيجي نتكلم على السيمينال فيزيكال، واتكلمنا كمان على البروستات، وكان هناك بقى الفاز ديفرنس والايجاكوليتوري داكت، كل ده كان هناك بيعمل ايه؟ كنا بنقول انه على الوول، لو احنا فاكرين على الوول كان يزق، بس وظيفته ان السيمينال فيزيكال تزق اللي جواها، يروح على الفاز ديفرنس يزق، يروح على الايجاكوليتوري داكت يزق، يروح على البروستات تزق معاها عشان يحصل هناك ايه؟ ايجاكويشن، اللي هو ايه؟ قذف. هنا انا مش عايز ايجاكويشن، انا عايز تكوين الحيوانات المنويه نفسها. فبنقول انه كان سكريتوري، بيفرز. هيفرز ايه؟ مين اللي هيفرز؟ قال لك السيمينال فيزيكال والبروستات. طب يا دكتور ليه ما جاتش سيره الفاز ديفرنس والايجاكوليتوري داكت؟ دي حاجات توصيل هناك، وكان السمباثيك بيشتغل على الوول يا دوب يزق عشان يحصل قذف. لا هنا هشتغل على السيمينال فيزيكال اخليها تفرز الحيوانات المنويه وتكونها، البروستات تفرز حاجات تساعد في تكوين الحيوانات المنويه. فبنسميها سكريتوري تو سيمينال فيزيكال. ما نلخبطش، هناك قذف هنا انتاج. السمباثيك بيقذف لكن هنا بينتج. ان هنا بيحصل انتصاب وهناك ما بيحصلش انتصاب، هناك لا بيحصل شرينكج، ما ينفعش اخش الخناقه وانا عندي اريكشن. حلو. يبقى لما نيجي على الساكرال او البلفيك نيرف نقول انه هيزود اليورينيشن، فبنسميها ميكتيوريشن، لانه هيضيق الوول ويفتح السفنكتر. على البول هيعمل ايه؟ ايفاكويشن، او بنسميها ديفيكيشن. الديفيكيشن ليه؟ لانه بيجي على النص الاخير. ليه انا ما قلتش النص الاولاني؟ لان النص الاولاني اللي بيشتغل عليه مين؟ الفيجاس. لا انا قلت النص الاخير من اللارج انتستين هيضيق الوول وهيفتح السفنكتر. على السكشوال والله راح على البلاد فيزلز ووسعها، حصل عندي اريكشن وسيليتوريس كبرت. طيب بالنسبه لي سيمنال فيزيكال والبروستات لا انا هخليه يعمل سنسز للحيوانات المنويه. كده احنا خلصنا الباراسمباثيك فانكشن. يتبقى لنا ان شاء الله الكيميكال ترانسميترز ونخلص شابتر الايه الاوتونوميك نيرفس سيستم ونخش بعده على الكارديو. شكرا جزيلا.